اهتمام كبير يقرب حكيم زياش من أحد الأندية الأوروبية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتمام كبير يقرب حكيم زياش من أحد الأندية الأوروبية. باتت الدول المغربي حكيم زياش أمام إمكانية الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان مجددا بعدما كان سابقا قريبا من حمل قميص الفريق الفرنسي قبل أن يتعذر ذلك بسبب خطأ إداري من نادي تشيلسي. ووفق ما أوردته بتقارير صحفية في الساعات الماضية، فإن باريس سان جيرمان عاد للاهتمام بحكيم زياش، والأخير ما زال مرحبا بفكرة الانتقال إلى الفريق الفرنسي. وتابعت أن التغييرات الحديثة التي تعرض لها باريس سان جيرمان تدفعه للتعاقد مع زياش، خاصة وأنه مهدد برحيل الفرنسي كيليان مبابي بعدما انفصل عن الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشارت تقارير أن زياش وتشيلسي ينتظران تحركا فعليا من باريس سان جيرمان لاستئناف ما تم الاتفاق عليه في الميركاتو الشتوي الماضي وإتمام الصفقة التي ممكنة ومتاحة للفريق الفرنسي. وأصبح حكيم زياش دائم الاستبعاد عن تشيلسي بعدما جرى فصله عن قائمة الفريق، منعدمة بذلك آمال عودته إلى قائمة الفريق الأزرق تشيلسي والتشكيلة الأساسية. شكرا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.